شغلانه واثنين وثلاثه واتعلم. انا كل شغلانه اشتغلتها اتعلمت منها، يعني مفيش حاجه ما اتعلمتهاش، لا انا اتعلمت وممكن كمان اعلم غيري. يعني انا عندي كميه معلومات ممكن حد عنده 25 سنه ما يعرفهاش، 18 سنه عارفاها. انت بتحبي تثقفي نفسك وبتنمي بالظبط. عقلك دايما، وبتحبي تتعلمي وتشتغلي، دي حاجه كويسه جدا. انت في سن صغير وقدرتي تعملي كل ده. بالظبط. يعني هي بصي، مفيش حاجه بتيجي بالسهل ومفيش حاجه اسمها ظروف، احنا اللي بنخترع حاجه اسمها ظروف. فيكي في حاجه انت عايزه توصلي لها انت هتوصلي. سيبك بقى من كلام الناس، هتلاقي اللي هيحبطك وهتلاقي كلام كتير من المجتمع بتاعنا وانت مش هتوصلي، هم اللي وصلوا خدوا ايه، فلا انت هتوصلي. فكك من كلام الناس، انت طالما حابه الحاجه دي فانت هتوصلي لها. طيب يا هند، ليه حطيتي في دماغك او ليه تمسكتي بان انت تكملي تعليمك؟ ممكن واحده غيرك تقول لا عادي انا هشتغل واقف على رجلي واعمل فلوس، يعني مش هحط في دماغي موضوع التعليم هيعمل لي ايه مثلا؟ انا بشتغل من وانا صغيره. لا التعليم كل حاجه. انت حابه تطلعي ايه اصلا لما تشتغلي؟ دكتوره امراض كانسر. دكتوره ما شاء الله. ده ليه علاقه بحاجه اللي اخترتي دي خصوصا؟ جدتي توفت بيها عشان كده انا كنت والدي تقريبا عانينا معاه في موضوع علاج، والدكاتره مش احسن حاجه برضو. فلا يعني موضوع الدكاتره احنا حرفيا اتمرمطنا بجد. فلا يعني انت اخترتي التخصص ده علشان خاطر يعني بصي، هو في ناس كتير في حياتي حاليا بتدعمني وهم واثقين ان انا هوصل، واكتر ناس مشجعاني واكتر ناس واقفه في ظهري. انا حقيقي يعني حابه اوجه لهم شكر كبير جدا. فدي اكتر ناس واثقه ان انا هوصل طبعا حقيقي. دي حاجه حلوه جدا. واكتر ناس يعني لا ان احنا شايفين ان انت هتوصلي، ربنا بيجهزك لحاجه عشان لما تبقي فوق بعد كده لا الناس اللي تحتك تبقي حاسه بيها. لازم الناس جنبك ولازم الناس تساعدك وتسندك، لان هي الحياه صعبه. يمكن هم 3 4 اللي جنبي في حياتك